السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها، مكملين في سلسلة الوصول الى دار الاخرة والوصول الى الله عز وجل. دايما الفترة اللي جاية عايزين السلسلة نركز عليها هي الآخرة والقبر ومقامات القبر وايه التفاصيل اللي بتحصل في القبر وايه الفترة، لان هو ده ميعادنا الحقيقي. مكملين النهارده في آيات سورة مريم. معانا الآيات النهارده بداية من الآية رقم 52. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله العظيم. دي كانت آيات النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة على طول. عايزين نفكر نفسنا يا جماعة إن ميعادنا الحقيقي هو الآخرة. ميعادنا الحقيقي والفعلي هو في الميعاد المتوقف عليه مصير الانسان الابد. عارف لما يقول لك في ثانويه عامه مش عارف مصيره هيروح ايه كليته؟ لا لا ابدا. حتى الكليات دي مش مصير، ده مجرد عباره عن ايه؟ شغل او فتره في الدنيا وخلاص، وكله زائل وكله فاني كده كده. مش معنى كده إنك ما تذاكرش، ذاكر، واحد يعمل عليه، بس مش عايز اقول لك هي النقطه الفيصليه في حاجات الانسان في حياته. الفيصل الوحيد هو هو الميعاد الايه، خروج الانسان من الدنيا وانتقاله لعالم البرزخ. عشان كده انا دايما بقول وهرجع اكرر ان اكتر الناس فهمت هذه النقطه وعملت ليهم السلف الصالح والصحابه. ليه عرفت الناس دي معنى ان هي ايه اللي مقبله عليه وايه الاعداد الحقيقي وايه اللي انا رايح له؟ فاجتهدت اجتهدت اجتهدت فايه. لازم تعرف ميعادك الحقيقي ومصيرك الحقيقي بيتحدد ازاي. كله بعملك الصالح. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.